النادي الاهلي خرج امبارح من دوري السوبر الافريقي، وتحس ان الاعلاميين كانوا مستنيين. الاعلام في مصر كان مستني الاهلي يخرج من البطوله علشان يطلعوا كولر فاشل، ويطلعوا اداره الاهلي فاشله، ويطلعوا النادي الاهلي يعني افشل نادي في العالم. النادي الاهلي لسه واخد 5 بطولات من كام شهر. كان كولر ده عبقري، كان كولر ده ما فيش زيه. دلوقتي كولر خرج من بطوله قدام فرقه كبيره قوي، قدام برازيل افريقيا، فكولر بقى فاشل. كولر دلوقتي بقى وحش. الراجل يعمل ايه؟ الراجل زانق صن داونز اول 45 دقيقه الشوط الاولاني في نص ملعبهم. الشوط الاولاني ده يخرج بالميت 4-0. ضربه جزاء ضايعه، كره في العارضه من بيرسي تاو، كره في العارضه من كهربا، انفراد ضايع. يجي بقى الاعلاميين بالليل يسكتوا، يتكلموا بما يرضي الله، يقولوا ان الاهلي ضيع كتير. لا، ان الاهلي كان زانق صن داونز الشوط الاولاني في نص ملعبه. لا، يقولوا على كولر فاشل، على كولر ادار المباراه بطريقه مش كويسه. ازاي موديست بيلعب؟ هو دوت وقت موديست؟ هو الشوط الاولاني كان موجود فيه موديست؟ هي خلاص الكره مش عايزه. لو الكره عايزه كان ضربه الجزاء دخلت، كانت كره كهربا دخلت، كانت كره بيرسي تاو اللي في العارضه دخلت، ونرجع للفار بعد كده. نيجي بقى للحكام. الحكام اصلا مش عايزينك تكسب. ده حكم اللاين زمان قبل ما الكره تروح للاعب بيرفع الرايه، بيرفع الرايه علشان مش عايز الاهلي يجيب جون. وكره زي الهاند بول ديت اللي اتحسبت من بره، الفار مرجع الحكم يقول له شوف الكره من جوه او من بره، ما بيقولش يرجع، ما بيقولكش. الحكم بقى يرجع يشوفها من جوه او من بره. لا، الحكم يروح راجع لاغي الهاند بول ويعمل اسقاط ويدي الكره لصن داونز. كانت هجمه لينا، حسب هاند بول ووقف لنا الهجمه، قلنا ماشي. قال لك من جوه او من بره، وراجع للفار ان يحسبها او ما يحسبهاش. بيلين راح لاغي الهاند بول. هل في حد اتكلم في الكلام ده؟ مهيب عبد الهادي طالع هو ورضا عبد العال واعلاميين كتير قوي طالعين يقطعوا في كولر، مستنيين ان كولر يقع. خسر بطولتين بس كسبان 5. حد هيتكلم في انه كسبان 5؟ حد هيتكلم ان الفرص اللي ضايعه ديت كلها لو كانت جت كان زمان الاهلي متاهل وكانوا بيغنوا الكولر دلوقتي؟ والله يا جماعه عندنا 99% من الاعلاميين معرضين كلهم. سلام عليكم.